بسم الله الرحمن الرحيم. يا جمالك يا عم الحاج، يا جمالك. بص 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 نعمة ربنا. بص يا أخي سبحان الله، يا أخي سبحان الله. مين اللي علمه اللي هو يوكل عياله؟ بص عياله دول لو سابهم من غير أكل هيموتوا. بص سبحان الله يا أخي، ربنا ليه حكمة. ربك كبير. بص الناس اللي خايفة من الرزق وخايف إن أنت بكرة الدنيا تسود والدنيا هتغلى ومش عارف هأكل عيالي وخايف على بكرة. بص يا أخي، يا أخي والله اللي ربنا خلى الحمام ده أهو، الحمام ده اهو عرفوا ان هو ليه عيال صغيره، ويعني يا دوب الحمام ذكر الحمام ده راح كل من بره، والله يا دوب الاكل دخل في حصلته طلع جري على عياله. بص يعني يا اخي سبحان الله، ربنا اللي اوحى للحمام ده ان هو ياكل عياله وما ينساهمش. يعني شوف الفرخ الضعيف الزغلول الضعيف ده لو ما كلش كان هيموت. بص ربنا الهمه ان ابوه يجيله واكل من بره ويجي ياكله. انا تربيتي للحمام والله علمتني حاجات كتير. سبحان الله، بقول سبحان الله سبحان الخالق يعني. بصوا الحنيه بدافع عنهم ازاي. بص بص بيدافع عنهم ازاي اهو. بص عايز يضربني والله. بص 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 بيدافع عن الحمام ازاي وباكل عياله ازاي. بص واخد الزغلولين، والزغاليل لسه صغيره خالص. الزغاليل دي عمر صغير يعني تقريبا 4 ايام 5 ايام يعني يا دوب عمرهم صغير. بص بص ربنا ليه حكمه ان هو يسايب. شوف اهو النتايه بقى واقفه تحت. هوريك حاجه بقى، النتايه اهي. اللي فوق ده كان الذكر، النتايه تحت. النتايه مستنيه لما الذكر يخلص وتخش هي دورها هي كمان. يعني كل واحد بيقوم بدوره. بص اهي عماله تبص عليه ازاي. اول هو ما يخلص اكل عياله اهو، هي مستنياه اول ما يخلص اكل عياله هتبص تلاقيها طلعت له فوق وبدات برضه هي بدورها. يعني زي بص ما فيش بقى ايه سترونج اندبندنت حمامه يعني. لا انا ليا كياني وليا شخصيتي. وبصوا ذكر الحمام متمكن، حاطط الاثنين وبياكل الاثنين. مش عندنا بقى ايه سترونج اندبندنت وومن. لا انا ليا كياني وليا شخصيتي، ومناش عامله ومناش مؤكله ومناش طبخه. لا بص يا عم، بص لو نتعلمه والله من الكائنات البسيطه ده اهي، والله هنتعلمه الحياه من الكائنات البسيطه. يعني ربنا خلى ابن سيدنا ادم يتعلم من الغراب يدفن اخوه. يعني هو كان واقف مش عارف يدفن اخوه ازاي، ربنا بعت له غراب. فالحيوانات دي احنا لو شفنا الحيوانات والطيور هنتعلموا منها. يعني النتايه اهي، بص النتايه واقفه مستنيه دورها على ما الذكر ياكل عياله. بص عماله تبص ازاي. هي اول ما الذكر يخلص في تاكيل الزغاليل هتلاقيها تطلع هي وتاخد دورها. بص الذكر وهو مش هيسيبهم الا لما يديلهم الكميه الكويسه والمطلوبه اللي تغذيهم واللي تظبطهم واللي تخليهم كويسين. بص بص حضرتك، بص يا سبحان الله يا اخي، يا سبحان الله. بص حنيه الذكر على الزغاليل، حاطط الاثنين. الذكر ده عندي ذكر محترم، ذكر كينج شقه اهي. النتايه اهي، بصوا يا جماعه النتايه، بصوا هي مستنياه يخلص وهي هتخش تاكل عيالها هي كمان. بص سبحان الله، حاجه يا اخي سبحان الله، حاجه متعه. الحمام ده انا بالنسبه لي متعتي في تربيه الحمام، ومتعتي في ان انا اتفرج على الحاجات دي واتعلم منها. مش ان انا اربي حمامتين ويطلعوا حمامتين واكلهم وخلاص، لا انا بشوفه بيعمل ايه، بياكل عياله ازاي، بيعتني بيهم ازاي. لو انت قربت لعياله هيعضعض فيك على طول. بص هو حاطط الزغلولتين اهو، والذكر من حنيته بص بياكل الاثنين مع بعض. يعني في ذكوره عندي بتبقى ذكوره عافيه بياكل الزغلولتين مع بعض. بص وهي الاخت واقفه مستنياها اهي. عملوا عش ورقدوا على العش وباضوا وطلعوا الزغاليل، هو حاليا بيبداوا ياكلوه. ده اللي انا بكلمك عليه. شوف الرعايه يعني دول، هو البيت ما بيقومش اقل على الاثنين. لو الذكر لوحده مش هينفع. وحتى على سبحان الله على رقدان البيض برضه كانوا بيتغيروا الاثنين على رقدان البيض. يعني الاثنين كان هو يرقد الصبح وهي ترقد بالليل، بيبدلوا على رقدان البيض. بص سبحان الله، شوف ربنا وشوف حكمته. الزغاليل اهي، بص الزغاليل شوفوهم كده كلوا ولا ايه. بص حضرتك، بص نفخ الزغاليل. بص الحصله يعني هو فضل معاهم لحد ما نفخهم، ولسه الام هتكمل كمان. بص حضرتك اهو الذكر الفردي اهو. انت يا ابني تاخد جايزه الدوله التشجيعيه، مفروض ندوك جايزه الدوله التشجيعيه، الله يبارك لك. ده كان فيديو بسيط لحنيه الحمام
ورعايه الحمام، وازاي الحمام بيعتني بعياله وما بيسيبهمش ومركز معاهم. بص هو واقف مركز على العش بتاعه، بص، وحاميه وخايف عليهم وعينه عليه. بص ممكن لو في اكل تاني برضه ممكن يروح ياكلهم. بص اهو، شوف الذكر عامل ازاي. ربنا يبارك لك يا اشرف، ربنا يبارك لك يا اشرف. الحمام، بص الحمام هو متابع عياله، مش سايبهم يعني. هو بص هيحوم هنا ويروح هنا ويجي هنا، هو مش هيسيب عياله، ما تحاولش. جدع يا اشرف، ربنا يبارك لك. وعياله اهي، عياله جميله بسم الله ما شاء الله. مطلع زغلولتين زي العسل. شوف الزغلوله دي هتطلع بيضه والزغلوله دي سودة، يعني هو جايب ابيض واسود. بص حضراتكم الزغلوله يا دوب المدبسه دي ان شاء الله هتطلع زغلوله لونها ابيض، والزغلوله دي هتطلع لونها اسود. هو اسود اهو، اسود، ومراته برضو فيها البياض شويه، يعني لونها فاتح شويه. فيجيبوا عيال كويسه. بص تاني برضو هوريك انا عندي اهو. بص الحمام ده حمام كبير شويه. بص الاب، بص الاب بياكل ازاي. ده حمام كبير شويه اهو. بص الذكر بيزق الحمامه ازاي. بص الذكر، بص يا اخي سبحان الله يا اخي، قول سبحان الله يا اخي. بص مش هيسيبها الا لما ياكلهم ويخلي حصلتهم 100. بص ربنا علم الانسان ما لم يعلم. ربنا ليه حكمه ان سبحان الله تطلع الحمامه تلاقي اب وام ياكلوها ويعتنوا بيها ويظبطوها. هي دي تربيه الحمام، وهو ده اللي احنا بنستفيدوه من الحمام بره البيع والشراء، وبره الفلوس. يعني دي حاجات روحانيه كده الواحد بيستفاد منها بره الفلوس وبره الحاجات دي. لو عجبك الفيديو اضغط لايك. بسم الله ما شاء الله الحمامه دي طلعت اهي كده. بس سبحان الله، بس مطلعه حمامتين زي العسل اهو. بسم الله سبحان الله، ملبياهم برضو. بص اهو ملبياهم، ده اللبه اللي احنا بنقول عليه اهو، الاكل البدائي. بص حضراتكم بسم الله ما شاء الله اهي. شوف حتى بص بتبدا فيهم من هم عمر ايه ده، لسه دول يعني طالعين من البيضه يعتبر. بص سبحان الله. بص الحمامه ملبياهم ومحافظ عليهم، وذكرها جوه اهي. الحمامه اهي، حمامه اهي وذكرها جوه. دي انشراح وتامر اهو، كانوا مختلفين مع بعض بس ربنا هداهم وجابوا زغلولين حلوين وقاعدين مع بعض. انشراح اهيت وتامر وفي البيت بتاعهم ومحافظين. شوف الحمام محافظه على زغلولها ازاي. لو عجبكم الفيديو دوس على لايك، وحاول تشترك في القناه. انا بحاول اجيب لك شويه فنيات وشويه روحانيات، يعني بنرفهوا عن بعض وندردشوا مع بعض. كان معكم اخوكم طاهر غاوي حمام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.